بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي المتابعين الكرام، احنا امبارح كنا بنتكلم مع بعض في فيديو بسيط كده. احنا قلنا هنعمل حاجة زي كشف حساب للنادي الاهلي والنادي للزمالك بعد نهاية الدوري. اتكلمنا على تجربة الفرقتين مع الناشئين، وقلنا ايه العيوب اللي موجودة وازاي يحصل تطور للناشئين فيهم. اتكلمنا في النقطة دي. النقطة التانية اللي انا عايز اتكلم معاكم فيها في النقطة النهاردة، عايز اتكلم معاكم في خط الهجوم وخط الدفاع. بالنسبة لخط هجوم النادي الاهلي كان خط هجومه خط هجوم سيء ما تحسنش الا بوجود وسام ابو علي. فوسام ابو علي هو عمل الطفرة اللي كان النادي الاهلي بيدور عليها في اخر 3 سنين. وسام ابو علي كلاعب بيتمتع بمهارات شخصية قدرت تندمج مع النادي الاهلي، وقدر يستغل معظم الفرص اللي اتاحت ليه. احنا شفنا وسام ابو علي بيحرز اهداف من كور ثابته، شفناه بيحرزها برأسيات، متحرك، شفناه من ضربات جزاء. شفنا وسام ابو علي عمل طفره. فخط الهجوم في النادي الاهلي اتحسن بوجود وسام ابو علي والتعاقد مع وسام ابو علي، وفرق كتير. طيب بالنسبه لخط هجوم نادي الزمالك، لا، خط هجوم نادي الزمالك ما قدرش يظهر خلال الموسم بايا كان اللعيب. سامسون بايا كان اللعيب اللي لعب في مركز المهاجم، يوسف اوباما، ايا كان التغيير والطريقه اللي لعب بيها نادي الزمالك كمهاجم، كلاعب مهاجم في نادي الزمالك، لا، خط الهجوم سيء. طيب ايه الدليل ان خط الهجوم سيء؟ هنلاقي فرقه زي فرقه البلديه اللي فيها لاعب زي محمد اشرف، وكان بينافس وهو 3 هدافين الدوري بالمناسبه. فده يثبت لك انه ما يبقى لعيب مع فرقه بتهبط، يعني ما عندوش امدادات طويله، ومعظم المباريات هي فرقته تحت الضغط. ده يثبت لك ان المهاجم ده مهاجم فارق. ان لو معاك كواليتي لعيبه في الوينجات او في خط النص، لكن عدد احرازه الاهداف كان اكبر. فيبقى خط الهجوم في الزمالك على مرور الموسم لا، خط هجوم سيء. وده يساعد في ايه اللي بنقوله؟ انه اللي عنده خط سيء لازم يبقى عارف انه محتاج يدعم ب2 لعيبه على الاقل. واللي عنده خط هجوم اتحسن بوجود وسام ابو علي، لازم ومجبر انه يوفر لاعب تاني مهاجم، لانه اي اصابه لوسام ابو علي او اي ايقاف معناه ان الحاله لخط هجوم النادي الاهلي هترجع زي الاول. طيب خط الدفاع في الفرقتين، خط الدفاع سيء. خط الدفاع سيء في النادي الاهلي، يخش فيه حوالي 25 هدف في الموسم. ده رقم كبير جدا على النادي الاهلي. ممكن يكون السبب الاساسي اللي فيه حاجتين، بلاش سبب واحد، سببين اساسيين. السبب الاولاني ان الاهلي خلال الموسم ده ما اعتمدش على ديانج، وان ديانج كان ليه دور مهم في دفاع النادي الاهلي. عدم اعتماد كولر على ديانج في مباريات كتير خلال الموسم ادى ان ما بقاش فيه صداده في خط النص، مع التغييرات اللي حصلت. ان يبقى بادئ بياسر ابراهيم ومحمد منعم، ياسر ابراهيم يتصاب فيبدا يخش رامي ربيعه ومحمد منعم، رامي ربيعه ومحمود متولي. القصه كان فيها لعبكه في خط دفاع النادي الاهلي، كانت نتيجته انه تلقى 25 هدف خلال الموسم. فالاهلي هنا بدا يفكر في لاعب تاني يبقى اضافه بعد ما فسخ التعاقد بالتراضي مع محمود متولي زي يوسف ايمن. طيب كمان بخروج محمد عبد المنعم، فهيبقى الاهلي هنا مضطر، وده رايي، انه يوفر 2 لعيبه. طيب ليه يوفر 2 لعيبه؟ يعني لاعب 2 لعيبه بعد يوسف ايمن لخط الدفاع. لو قلنا ان الاهلي بيلعب برامي ربيعه وياسر ابراهيم ومعاهم يوسف ايمن، وجاب لاعب ايا كان اللاعب اللي هو هيجيبه، احنا سامعين ومتابعين وبنشوف ان الاهلي داخل في تفاوض جامد مع اشرف داري اللاعب المغربي، اللي انا كنت معترض وما زلت معترض انه يجي لاعب اجنبي لخط الدفاع. طبعا هو بيبقى اضافه ولاعب مهم، بس ما يبقاش التعاقد مع اجنبي
وخاصة ان اتحاد الكرة ما غيرش الخمسة. فيبقى المفروض الاهلي يدور على 2 مدافعين مصريين يلعبوا جنب يوسف ايمن ورامي ربيعة وياسر ابراهيم، يلعبوا مع المنافسات الطويلة، يلعبوا بالتناوب ويبدأوا ياخدوا بالتدريج. لكن لو احنا جبنا اشرف داري ويوسف ايمن، ده معناه انك اللي هتركن رامي ربيعة وياسر ابراهيم والاثنين مدافعين لمنتخب مصر، لإلا هتلعب برامي ربيعة وياسر ابراهيم، ومعنى كده انك هتبقى جايب لاعب محترف بياخد بالعملة الصعبة وكمان ما بتستفيدش منه، لإلا هتضطر تضحي وتلعب بيوسف ايمن مع لاعب من الاثنين القدام او اشرف داري مع لاعب من الاثنين القدام. في الحالتين مش هيبقى فيه انسجام، والاهلي داخل على بطولات صعبه. فده رايي ليه الاهلي ما يستعجلش على انه يجيب مدافع اجنبي. بالنسبه للزمالك فبالطبيعي خط الدفاع فيه مشكله، ومشكلته الاكبر بقى في خط الدفاع مش بس في اللعيبه، ولا انه اشرف رؤى ما بيقدرش يدافع في خط النص كويس، ولا ان دونجا ما بيقدرش يكون مدافع كويس في خط النص. لا، الاهم هو التغييرات اللي بيعملها جوميز حتى في مركز حراسه المرمى. عواد، صبحي، محمود الشناوي، الموضوع حتى في المركز ده مش ثابت. بالطبيعي حارس المرمى بيعوز ياخد مسافه طويله عشان يبان. يعني انا مختلف مع كل الناس اللي بتتكلم عن مخلوف اذا كان كويس ولا وحش. لا، لسه بدري، لسه لازم تكون مباراه تحت ضغط، مباريات عصبيه، مباريات الاهلي محتاج ان يكون يفوز فيها فيبدا يبان. مصطفى شوبير بان والناس فعلا تتكلم عليه ويستاهل الاشاده لانه شال حمل في وقت مهم في الموسم. حمزه علاء شايل اسم المنتخب في الاولمبياد، فنيجي نبص في الزمالك بقى عنده مشكله في حراسه المرمى وعنده مشكله في المدافعين. بس ما اقدرش اقول للزمالك انه مضطر انه يجيب مدافعين دلوقتي وهو اصلا لسه ما فكش القيد، وهو محتاج مهاجم وهو محتاج اجنحه، فدول هيبقى الزمالك مركز فيهم اكتر. لكن كتفكير اساسي وفرقه عايزه تبني فرقه ومجلس اداره عايز يبني فرقه، لا، هو محتاج مدافع ومحتاج يبقى الامور مستقره. هيجدد مع عواد، يجدد مع عواد، فيبقى صبحي عارف ان عواد موجود. لان صبحي لو عارف ان عواد مش موجود، ايا كان الحارس اللي جاي وايا كان الحارس اللي هيتصعد، صبحي مش هيحس ان فيه منافسه، فمش هيطور من نفسه. عكس الاهلي، لو الشناوي جاله عرض من الدوري السعودي هتلاقي عنده شوبير بينافسوا بقوه حمزه علاء، والاثنين قريبين، يعني مش في حساسيه ما بينهم مين هيقعد لمين. فاي واحد هتجيله الفرصه ويمسك فيها لا هيكمل. فكده اتكلمنا مع بعض على الهجوم، اتكلمنا مع بعض على الدفاع، واتكلمنا في الفيديو اللي فات على الناشئين. هيفضل فاضل فيديو نتكلم فيه عن الاجانب، وفيديو نتكلم فيه عن التعاقدات اللي عملتها الفرقتين وهل استفادوا من الفرقتين ولا لا. شكرا، سلام.